مباراة القمة اللي عاد لها ساعات، كل جماهير الأهلي مستنية التشكيل اللي كولر هيبدأ بيه، وهل ممكن نشوف مفاجآت جديدة؟ النهاردة هنستعرض قائمة الفريق للمباراة، وبعدها هنحط التشكيل المتوقع ونتكلم عن كل مركز بالتفصيل. وانتوا كمان اكتبولنا رأيكم في التعليقات واختاروا التشكيلة اللي شايفينها أفضل. نبدأ بقائمة الأهلي لمواجهة الزمالك. في حراسة المرمى معانا محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف. أما بقى في خط الدفاع هيكون معانا محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة. أما بقى في خط الوسط هيكون معانا عمرو السولية وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق وأحمد رضا وعمر الساعي. أما بقى في خط الهجوم هيكون معانا أشرف بن شرقي ومصطفى العش ومحمد عبد الله وجريتشار وأسامة أبو علي. ندخل بقى على التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك. نبدأ بحراسة المرمى. عندنا حارسين كبار وكل واحد فيهم قادر يكون الأساسي. محمد الشناوي بخبرته الكبيرة اللي رغم تذبذب مستواه في بعض المباريات لكنه يظل الحارس الأول. وعلى الجانب الآخر مصطفى شوبير اللي أثبت نفسه بقوة في كل فرصة بياخدها. شاب صغير لكن عنده شخصية قوية في الملعب. لو القرار عندي فأنا أميل لمصطفى شوبير لأنه أكتر جاهزية حاليا. نيجي بقى لخط الدفاع. هيكون معانا في الظهير الأيمن محمد هاني بيمتلك خبرة كبيرة ويجيد التغطية الدفاعية والهجومية. أما بقى قلبين الدفاع هيكون معانا رامي ربيعة وأشرف داري، ثنائي يمتلك القوة البدنية والخبرة اللازمة لقيادة الدفاع أمام هجوم الزمالك. نيجي بقى على الظهير الأيسر. هيكون معانا كريم الدبيس، لاعب سريع ويمتلك قدرات هجومية جيدة بالإضافة إلى إجادته للأدوار الدفاعية. ندخل بقى على خط الوسط. هيكون معانا مروان عطية، لاعب يجيد قطع الكرات ويساعد في بناء اللعب من الخلف. أما بقى التاني معانا هيكون إمام عاشور، لاعب يمتلك رؤية مميزة ويجيد التقدم للأمام وصناعة اللعب. أما بقى الأخير في خط الوسط هيكون معانا أحمد رضا، لاعب هجومي قادر على خلق الفرص وفتح المساحات لزملائه. ندخل بقى على خط الهجوم. أول واحد معانا في خط الهجوم في الجناح الأيسر هيكون أشرف بن شرقي، يمتلك مهارات فردية كبيرة وقادر على صناعة الفارق. أما بقى الجناح الأيمن هيكون معانا جريتشار، لاعب سريع وقادر على إرسال تمريرات حاسمة. أما بقى المهاجم الصريح والفروي وهيكون وسام أبو علي، مهاجم قوي يجيد استغلال الفرص داخل منطقة الجزاء. التشكيل ده هجومي لكن لازم يكون في توازن دفاعي من خلال التزام إمام عاشور وأحمد رضا بأدوار دفاعية عند فقدان الكرة. الزمالك هيعتمد على المرتدات وده معناه ان الاهلي لازم يكون حريص في استعادة الكرة بسرعة. دلوقتي بعد ما شفتوا القائمة والتشكيلة شايفين ان الاهلي ممكن يبدأ بالتشكيلة دي ولا في اسماء تانية تستحق اللعب؟ ولا الطريقة الهجومية دي هتكون مخاطرة ولا بالعكس هتدي الاهلي افضلية؟ استنى كومنتاتكم وان شاء الله نشوف اداء قوي في المباراة. بس كده، سلام.